النهارده بقى هنعمل مع بعض فلفل، اللي هي هريسة الفلفل الاحمر بتاع الشتاء. طبعا بيبقى جميل، انا عارفه ان الفلفل الاحمر بيبقى مع الباميه، بس بتاع الشتاء بيبقى حلو جدا عن تجربه، احلى من بتاع الصيف. شايفين بقى اللون بتاعه وجماله كده جميل جدا جدا. جبت هنا معايا حوالي ربع كيلو فلفل احمر، عليه 2 قرن فلفل اخضر، وهبدأ بقى ده مغسول ومتنشف، هبدأ بقى اشيل البذر اللي جواه واقطعه عشان نبدأ نفرمه في الكبة. ومعانا هنا ليمونتين وتوم مفروم، ومعانا كمون وكزبرة وملح. هنبدأ بقى نعمل المكونات دي ونضربها كلها في الكبة. هنا بقى كنت قطعت الفلفل الاحمر مع الاخضر كده، الالوان هنا شهية قوي. هحط بقى عليهم توم واضرب الفلفل مع التوم في الكبة لحد ما انعمهم. لو لسه بقى ما حطيتش اللايك مستنيه ايه؟ انزلي بقى حطي لنا لايك كده واعملي اشتراك جميل عشان القناه تكبر بيكم. هنا بقى الفلفل كده بيتضرب اهو. مننساش طبعا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هنا بقى خلاص كانت الهريسه اتضربت معانا. بحب قوي ميكس الاخضر مع الاحمر عن الاحمر كمان. هنا بقى حطيت كده ملح، وحطيت شطه اختياري طبعا، وحطيت كمون وكزبره، وهكتفي بليمونه واحده لان الليمون كبير والكميه قليله. هكتفي بالليمونه الكبيره، وهضيف برضو معلقه خل، واقلب بقى كله مع بعضه. وكده معانا احلى هريسه فلفل احمر. بتنجان بقى هتبقى جاهزه معاكي، سمك مقلي، جميله قوي في الحاجه دي. عايز تحطي معلقه مثلا وانت بتعملي طماطم، هي عشان فيها بس توم مش مكتره برضو التوم. حاجه كده بقى الهريسه بتاعت الفلفل جاهزه معاك. عايز تعملي بدلها شطه عادي مفيش مشكله، على حسب راحتك. هنا معانا علبه طبعا ناشفه جدا مفيش فيها ميه. هبدأ بقى انزل بقى كده بالفلفل، بهرسة الفلفل كلها في قلب العلبة بتاعتي. كده بقى عندي العلبة بقت جاهزة. دي بقى عندي في الفريزر، كل ما تخلص لازم اعمل غيرها. متنسوش بقى تعملوا لايك واستنونا في فيديو جديد مع مطبخ سومة.